السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه، فيديو جديد وروتين جديد، يا رب ان شاء الله كده يكون بيشجعكم ويكون روتيناتي بتعجبكم يعني. فهنعمل بقى النهاردة روتين كده في المطبخ، وعايزين كمان ندردش مع بعض كده في موضوع مهم جدا، وناخد رأي بعض كده في التعليقات كده، وتردوا عليا كده برأيكم في الموضوع، وتقولوا لي رأيكم ايه في الموضوع ده، لان بجد الموضوع ده مضايقني جدا ومستفزني جدا. ايه هو بقى يأمل الموضوع؟ واحنا بنغسل شوية المواعين كده، عايزين ايه نتكلم في الموضوع ده. واحدة إيه صاحبتي كانت كلمتني في الموضوع ده، وقالت لي ايه ان يعني عايزة تعرف رأي الناس في الموضوع ده ايه. إيه بجد يا جماعة، يعني انا مش عارفة ليه الحما بتفرق. يعني ليه بتفرق؟ بصوا بقى، التفرقة ديت مش على حد معين. يعني في حموات بيفرقوا بين السلايف وبعضها، وفي حموات بيفرقوا بين الاخوات وبعضها. يعني انتوا فاهمين يعني. كلهم ولادك، المفروض ان الحما اللي تبقى عارفة الكلام ده كله. كلهم ولادك، المفروض يبقى المعزة واحدة والمعاملة واحدة، وكل حاجة بتعمليها مع كل حد يكون نفس المعاملة. ليه التفرقة بتبقى وحشة جدا، وبتعمل مشاكل جدا جدا بين الاخوات وبين السلفات. وبيبقى النتيجة في الاخر وحشة، وبيبقى فيه حقد وكره ومعاملة سيئة، وتلاقي كل واحد واقف للتاني على غلطة. وحتى لو في مثلا طرف من الاطراف كويس، تلاقي حد تاني بيعامله معاملة وحشة، وده بيبقى سببه الام اللي موجودة في البيت او الحما. ممكن الحما تبقى ميالة لحد معين، وبتتعامل مع حد معين في ولادها او في سلفتها، السلايف اللي موجودة في البيت يعني، مراتات ولادها يعني. بتفرق حد عن حد، ما اعرفش اي سبب بقى من الاسباب، المهم ان النتيجة واحدة. يعني ايا كان السبب، مثلا ابنها ده ليه معزة خاصة في قلبها فولاده غاليين عليها، او مثلا ابنها ده مقتدر ماديا فبيحب ان هو يرضيها دايما وبيديها مثلا فلوس على طول، فبيتعاملوا المعاملة ديت. الله اعلم بقى، ايا كان السبب، المهم ان النتيجة في الاخر كره وحقد وغل، وتلاقي الاخوات وحشين في حق بعض، وبالتالي السلفات بتبقى وحشة في حق بعض. يعني مفيش واحدة بتبقى داخلة تتجوز كده وداخلة بيت ناس وفي نيتها ان هي تبقى وحشة او تتعامل مع حد بطريقة وحشة، او ان هي تعمل مكايد في البيت، او تعمل زعل ومشاكل. لا، المشاكل والزعل بيجي عن طريق الكبار، الناس الكبيرة، الحما سواء راجل او ست. يعني الحما في البيت هي اللي بتعمل المشاكل. لو بتتعامل مع كل معاملة واحدة، لو هي حكيمة، فالحما لازم تكون حكيمة، لازم تكون هي الكبيرة، لازم تكون لو في مشكلة في البيت كل اللي في البيت يعملوا لها حساب ويعرفوا ان هي اللي هتحل الموضوع، مش ان هي اللي تبقى سبب في المشاكل. فبجد يعني يا جماعة الموضوع ده وحش قوي، وبيترتب عليه بقى كل اللي جاي. يعني ايه كل اللي جاي؟ تلاقي بقى السلفات وحشين في حق بعض، تلاقي الاخوات وحشين في حق بعض، وبالتالي الولاد بيطلعوا وحشين في حق بعض. فتلاقي مثلا واحدة طبعا، يعني مثلا ايه، مش كل العقل زي بعضه، مش كل واحدة عقلها زي التاني. ممكن واحدة تكون عقلها صغير شوية، فتبتدي ان هي تقسي ولادها وتقول لهم لا ما تكلموش ولاد عمكو ده، ما تكلموش مثلا عمكو ده، لو شفتوهم ما تكلموهمش، لو شفتوهم ما تلعبوش معاهم كده. ليه؟ لان الكبار بيعاملوهم معاملة وحشة، فبيقسوا العيال الصغيرة، برغم ان ده اكبر غلط. المفروض ان انتي كأم وكأب ما تدخلوش الولاد الصغيرة في أي مشاكل خالص نهائي، مهما كانت المشاكل اللي موجودة بين الكبار. الصغيرين ملهمش دخل نهائي. انا بشوف ناس غريبة جدا والله يا جماعة. تلاقيها تقول له ولادها لا ما تكلموهمش، لا ما تلعبوش معاهم، لو شفتوهم ما تكلموهمش، لو شفت عمكم، لو شفت مرات عمكم. حتى بتقسي الولاد على جدهم وجدتهم، برغم ان ده اكبر غلط. حتى لو انت شايفة مثلا معاملة وحشة من حماتك او من حماكي، لو انت حتى شايفة ان هم وحشين، لو انت حتى شايفة ان هم مقصرين في حقك، ما تدخليش ولادك في المشاكل دي. فبجد يعني انا مش عارفة ليه بيحصل كده.
فوالله واحده صاحبتي كانت بتتكلم معايا في الموضوع ده، زعلانه جدا، وبتقول لي يعني انا زعلانه لان بيعملوا يعني تفرقه بين العيال وبعضها، لدرجة في الحاجات أبسط الأشياء. يعني ممكن حماتها تجيب حاجة حلوة مثلا لولاد ابنها ده، ودولت موجودين مثلا قاعدين ما تسألش عنهم، او مثلا يجوا الولاد يتشكلوا مع بعض او يتخانقوا مع بعض زي اي ولاد بيلعبوا، تيجي تبص تلاقيها منحازه لحد عن حد. طب ما دول ولاد ابنك ودول ولاد ابنك، او دول ولاد بنتك ودول ولاد بنتك، ليه بقى تفرقي ما بينهم؟ فبجد الموضوع ده يعني انا مستغرباه جدا، وبستغرب اي حما بتتعامل بنفس الطريقه. وعلى فكره مش الحما بس، كمان الام ممكن امك تبقى انت جايه النهارده مثلا هتقضي اليوم عندها، واخواتك مثلا جايين وهتتلموا كلكم مع بعض، فتيجي تبص تلاقي امك بتتحمل مثلا ولاد اختك وعمايلهم حلوه قوي على قلبها، وما عندهاش مشكله ان هي تتحمل شقاوتهم وتتحمل اللي بيعملوه. فتيجي تبص تلاقيها مع بنتها مثلا التانية، ولادك بيعملوا كذا، ولادك بيبوظوا لي كذا، ولادك بيكسروا لي كذا. طب ما كلهم ولادك وكلهم بيلعبوا، اشمعنى بتفرقي حد عن حد؟ وبتخلي الاخوات يزعلوا، بتخلي الاخوات يبقوا وحشين في حق بعض. فبجد يعني ربنا يهدي الجميع يا رب، ويرحمنا من الايام الصعبة اللي احنا فيها دي. ويا جماعة بلاش التفرقة، بلاش. وفي ناس بتفرق بين الاخوات وبعضها من الصغر، من وهم لسه صغيرين. فتيجي تلاقي الام بتفرق او الاب بيفرق في المعاملة ما بينهم، الاخوات بيطلع عندهم كره. الاخوات بيبقى مش ممكن ما يوصلش الموضوع لكره، بس بيبقى في حاجز كده ما بين الاخوات وبعضها، ودايما عندهم احساس ده انت عندي امي احسن مني، ده انت ابوكي بيعاملك معاملة احسن مني، ده انت مفضلة عندهم، ده انت لو غبت عنهم يسألوا عليكي، انا لو غبت شهر واتنين وتلاتة مش هيسألوا عني. فاهمين؟ فبجد الحياة صعبة، والدنيا بقت صعبة جدا، والتربية بقت صعبة. فربنا يعيننا يا رب على حالنا يا رب، ونكون كده دايما كده، ما نفرقش بين عيالنا، لان بجد الموضوع دوت صعب جدا. وربنا يا رب يهدي كل حما و... ويعني ما يحصلش ما بينهم اي زعل ولا اي مشاكل ابدا يا رب، اللهم امين. ويهدينا جميعا كده ان شاء الله. شايفين بقى الروتين بتاعنا النهارده كده الجامد ده؟ كان عندي بقى شويه غسيل مواعين كده حلوين كده، طبيخ الغدا بتاع امبارح وكده. امبارح ما كنتش يعني في البيت وكده، فقلت بقى ايه، وكمان قلت هصور، فسبت المواعين وقلت هقوم بقى النهارده اتشجع كده معاكم واشجعكم معايا، واشتغل كده في المطبخ وننضفه كده مع بعض، وندردش في الموضوع ده، لان الموضوع دوت انا عايزه اتكلم معاكم فيه بقالي كام يوم، ومش عايزه حد يفهمني غلط. يعني بجد الموضوع ده بقى زايد عن حده جدا مع ناس كتير قوي قوي. معلش لو الدوشه بتاعت ولادي واصله لكم، لان بجد مش عارفه، يعني كذا مره اقول لهم انا بسجل يا جماعه يا ولاد، محدش يعمل دوشه، محدش يعمل صوت. حاضر يا ماما، ماشي يا ماما، وادخل واقفل الباب عليا، والنتيجه زي ما انتم سامعين كده. ربنا يا رب يهديهم كده ان شاء الله. فبجد يعني ربنا يهدي يا رب، وعايزين كده دايما كل حما كده وكل ام تبقي سايبه بصمه حلوه كده في حياه ولادك وولاد ولادك. خليكي كده يفتكروكي كده بكل خير، خليهم كده دايما يقولوا تبقي انت يعني الحاجه الحلوه كده. يعني انا كنت بشوف ناس عندهم جدتهم وجدهم ده، او تيتا وجده، بجد عندهم كده حاجة تانية. يعني ممكن يزعلوا من بيتهم ويزعلوا من ابوهم وامهم ويروحوا يقعدوا عند نانتهم او عند جدتهم. ف طول عمرنا كنا بنشوف كده، انما الايام دي ايام صعبة جدا وايام غريبة جدا، وحتى الناس الكبيرة بقت معاملتها صعبة. فبجد ربنا يا رب يعين كل واحد على حاله، ويهدينا كده ويصلح حالنا جميعا، وربنا يهدي كل النفوس، وما يبقاش بينا يا رب اي مشاكل، ولا يبقى فيها حد ولا بيت فيه مشاكل خالص. طبعا مشاكل لازم موجودة في حياتنا، بس على الاقل نخلي مشاكلنا مشاكل يعني حياتية، مشاكل الدنيا اللي هو المعيشة الغالية والدنيا الصعبة اللي احنا عايشين فيها، ما نبقاش احنا كمان كبشر وكأهل
وحشين في حق بعض. بلاش بلاش يا جماعة، والله العظيم بتبقى صعبة، بتبقى صعبة جدا. ليه؟ بتحسي انك انت لوحدك في الدنيا. يعني لما بتبقي بينك وبين اختك مشاكل، او بينك وبين امك او ابوكي او حماتك او سلفتك، لما بيكون في مشاكل في مع حد معين في حياتك، بيبقى الموضوع وحش، بيبقى الموضوع متعب نفسيا. انا بتكلم عن نفسي، يعني في ناس تقولك لا مش فارقة معايا عادي، انا ما زعلتش حد. لا والله، حتى لو انا اللي ليا الحق انا ببقى زعلانة ان انا مخاصمة الشخص ده او مخاصمة الشخصية دي. ليه؟ انا ما بحبش الخصام في حياتي، ما بحبش المشاكل. انا بحب ان انا اكون موجودة في المكان الناس حابة وجودي، ما بحبش ان انا اكون موجودة اللي هو مضطرين يتعاملوا معايا، مضطرين ان هم يضحكوا في وشي، وانا ما بحبش كده. انا عايزة اللي يتعامل معايا يتعامل معايا بحب من قلبه، يحب القعدة معايا ويحب الكلام معايا. فما بحبش انا لما بكون زعلانة مع حد، ما بحبش الخصام يطول، وما بحبش اكون يعني، ما بحبش كده، ببقى زعلانة ونفسيتي تعبانة. فبجد لان احنا الحياة بقت صعبة علينا قوي، فما بالك بقى كمان لما تبقى الزعل والمشاكل جاي من اكتر ناس حواليكي بتحبيهم وقريبين ليكي. فالواحد بيحس بوحدة، وبيحس بان هو فعلا الدنيا ضيقة جدا عليه ومفيش مكان يروحه، ومش فيش حد يفضفض معاه ويتكلم معاه. فالحياة والله يا جماعة أبسط من كده بكتير قوي قوي قوي. ربنا يا رب يهدي كل النفوس يا رب، ويصلح حالنا كده يا رب، اللهم آمين. وده كان نهاية الفيديو بتاعي، وده الروتين بتاعي النهاردة، وشكل المطبخ بقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، ده أكتر حاجة بتسعدني.